يسعد لي صباحكم حبايب القلب، اهلا وسهلا فيكم. منين ما كنتوا عم تتابعوني اشتقت لكم كتير كتير ورجعت لكم بفيديو جديد. الفيديو اليوم حماسي كتير كتير، كل صبية بتحبه. مشتريات، شوية قصص للمطبخ ورفوف وحركات وغراض، كم هيك غرض لابني. وجبت هيك شوية معلبات كمان. ورح شارك اليوم كمان معكم طبختي. رح ساوي بيتزا ورح اعمل كمان اكلة حلو، سهلة وخفيفة، بالشتا طيبة كتير، ويعني ما بدها كتير مكونات ولا بدها شغل كتير، يعني سهلة وسريعة وطيبة بنفس الوقت. بتمنى منكم اذا اول مرة بتشوفوا الفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الاشعارات على الكل وتحطوا لايك للفيديو وتشيروا الفيديو لاصحابكم ولاهلكم. الله يسعدكم يا رب. يلا خلينا نبلش. مثل ما شفت هيك بالفيديو اشتريت هيك صحن صغير مع عصفور، حبيته كتير جنب فنجان القهوة بصير للحلو. وجبت هدول الفراشات، واشتريت كمان هدول العلب البوشاي اللي شفتوهم حبيتهم كتير. جبت تنتين، وحدة إلي وحدة لزوجي. وجبت هاي النظارة كمان حبيتها كتير كمان لابني، صراحة هو اللي اختارها. وجبت ماجي الأصفر، أكيد كلاتكم بتعرفوه. جبت نص كيلو تقريبا ب35 ليرة تركي. وجبت هذا الخلاط صراحة لأول مرة هذا بستخدمه، رح شاركه كمان أكيد معكم. وجبت هذا الصحن، القمر والنجمة مشان رمضان رح شيله هذا. وهذا الخلاط جبته، نصحوني فيه قالوا لي نوعيته كتير كتير كويسة ويعني بضاين عندي، فكمان أول مرة هذا بستخدمه. أنا بستعمل بالعادة الخلاط العادي إذا بتعرفوا، ف يعني انكسر عندي له فترة منيحة مكسور، فقلت رح اجيب هذا يعني عملي وخفيف على الإيد. صراحة جربت عملت فيه الكريمة، طلع كتير كتير كويس وعجبتني نوعيته. ومثل ما قلت لكم خفيف يعني، وزنه بالإيد كتير كتير خفيف. هذا تقريبا جبته بتذكر تقريبا بحوالي 70 ليرة، 75 ليرة تركي. المهم اكيد يعني هلا رح يلزمني، بما انه كمان جاي الدنيا على رمضان، في كتير ناس عم بتبلش تجهز من هلا، وان شاء الله انا كمان عم وصي على شغلات كتير حلوه كتير ان شاء الله رح تعجبكم كمان. بس عم طبق كلها بفيديو واحد، ان شاء الله رح شاركها معكم عن قريب. هذا الخلاط بصير للحلو، بصير للكريمة، بصير يعني لكل شيء بده خفق. حتى اذا حبيت تعملي فيه كوكتيل كمان بصير كوكتيل، يعني بتستخدمي له عدة استخدامات، ما انه بتنحصري فيه يعني بشغلة وحدة بس. هلا هون عندي جبت هو الكريمة. جبت كريمة بالحليب وكريمة بالشوكولا. جبتها من المحل سوبر ماركت جنب بيت أهلي. كانوا عم بيبيعوا العلبة الكرتونة فيها ظرفين ب30 ليرة. فصار بازار، كان عندهم بازار يوم الثلاثاء، ونزلنا أنا والماما على البازار جبناه ب12 ليرة. فرق الأسعار بين السوبر ماركت والبازار كتير كتير بيختلف. صاير كل شي غالي على العملة التركية، وكل شي بالنار يعني. فأنسب شي عم نلاقيه وقت ننزل على البازار ونشتري كل أغراضنا من البازار، يعني عم بيكون أرخص شي والله. يعني هدية هذا المصحف، على روح شخص الله يرحمه يا رب، هيك صدقة جارية لإله، الله يرحمه يا رب ويرحمنا جميع. حبيته كتير يعني، محروف اول مره بجيب انا هيك شيء. بيجي مصحف ملون، بس ما حدا يقول لي بالتعليقات انه حرام وما حرام، لانه الالوان اللي فيه يعني مو الالوان المحرمه، فهمتوا علي كيف؟ الالوان المحرمه يمكن بيقولوا اللي فيه بتكون نفس الوان قوس قزح، فهذا ما فيه يعني هي الالوان. وجبت هذا الدفتر الرشيدي كمان لابني مشان بدي بلش علمه عليه، لانه ان شاء الله السنه الجاي رح فوته على الروضه. هالسنه حطيته شهرين ثلاثه بس وطالعته، لانه صارت توفت نانتي وتوفى صهري وهيك، ورحت لعند اهلي فما قدرت كمل له، يعني تقريبا قطعنا شي شهرين ثلاثه. فقلت خلص ما بدي كمل له، يعني تقريبا اخذوا الفصل كلياته. قلت السنه الجاي ان شاء الله بحطه من اوله وبلتزم على السوا وما عاد بطالعه. جبت هاي الصينيه طويله كمان كلكم بتعرفوها، كتير حبيتها مشان فناجين القهوه، كمان بتصير للفطور بتصير للفواكه، يعني لها عده استخدامات كمان بتنفعني كمان كتير برمضان. وهديك القاعدة الحمراء اللي شفتوها جبت حرف الام. بدي اجيب حرف الار كمان بس ما لقيت ابدا، فتلت السوق كلها مرتين وثلاثة وما كنت لاقي. كتير كتير انقهرت والله العظيم. واللي قهرني اكتر من هيك انه بعد ما جبتها على البيت اجيت بدي احطها بمكانها، طلعت هيك مثل ما شايفين انتم هون مكتوب لوفي، وفي القاعدة محل ما بتحطي الكوب، وفي حرف الام. قلبتها هيك والله بطلع جايبه انا حرف الدبليو بدل حرف الام، لانه اذا بدي اقلبها انا على حرف الام بدها تصير اللوفي بالمقلوب. جبت القاعده الوحده ب5 ليرات، والصينيه هي تقريبا جبتها بحدود 17 ليره كمان هيك، 12 من ال 12 ل 17 ماني متذكره كتير منيح.
وهون هلا رح فرجيكم شغله كتير كنت مشتهيه اجيبها من زمان وكتير كانت على بالي، بس ما صار لي هيك وقت ابدا ولا صار لي فرصه انه انزل على السوق وجيبها. جبت هدول الرفوف اكيد معروفات يعني والكل الخلق استخدمتهم الا انا اخر الناس. كتير كانوا لازميني. بدي احط عليهم، حط انا عليهم زينه زينهم هيك بشوي كم شغله. وبنفس الوقت رح احطهم عندي فوق البريز محل ما بدي احط شاحن التليفون، احسن ما احطه على الارض وبعدي عم يجوا بيلعبوا فيه بالتليفون وهيك. فبحطه يعني بالشحن وبحطه برفعه لفوق على الرف بعلقه. فهمتوا علي كيف؟ بصير يعني بعيد عن ايد الاولاد. جبت الرف الواحد تقريبا بشي 10 ل 15 ليرة هيك يمكن. جبت 3 حمر واتنين بني. طبعا الالوان نقيتها في الالوان اللي بدك اياها، بس الالوان انا نقيتها يعني مشان تناسب غرفة البركة عندي. وجبت كمان شوية أقلام لابني كمان لأنه ما كان بقيان عنده. وجبت دفاتر مشان أعلمه عليهم. الدفاتر اللي عنده بتعرفوا ولد صغير وكتير بشقشق وكتير بشخوط وهيك، فجبت له دفترين من هدول يعني حجم كبير، واحد إنجليزي وواحد عربي. وجبت أقلام حمر وزرق وأزرق وأسود لإلي أنا مشان أكتب عليهم. وجبت له رصاص لإله محاي وبراي لأنه صراحة ما بقيان كان عنده. وجبت له هاي علبة التلوين، بس قوام شقوا أولادي ما شاء الله عليهم. على فكرة هدول الأغراض كلها جبتهم أنا تقريبا نزلت شي 10 مرات على السوق لحتى جبتهم. يعني ما إنه بنزلة وحدة، أنا بنزل يعني بفتل كتير 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 بفتل بالسوق. وبالذات مثلا وقت الغرض اللي ما بلاقي على طلبي أنا فما إنه بجيب يعني إياه. بجيب مثلا شبيه له أو مثلا إنه ما بجيب، لا خلاص بضل أنا عم بفتل، بنزل 4 5 مرات وبضل عم بفتل لحتى لاقي طلبي. فنزلت 4 5 مرات وأكتر تقريبا لحتى جبت هالكم غرض بس. وفي شي وصيت عليه لانه ما كان موجود بالسوق، ما لقيته مثل الرفوف. وصيت عليه في انا محل ادوات منزليه بنشتري من عنده. فوصيته انه يجيب لي اياهم بعد يعني تقريبا اسبوع لحتى جاب لي اياهم. ونزلت هيك يعني كتير تمرمطنا بهالكم مرض. جبت هاد الكتاب لابني اسمه السيرة النبوية، في سيرة النبي كلياتها مع نسبه وكل شي يعني. فقلت بيستفاد منه يعني وبعلمه عليه. الحمد لله هلا تقريبا تعلم اسم النبي واسم امه واسم ابوه واسم ابنائه الذكور والاناث وزوجته، يعني تعلم زوجة واحدة بس، واسم مرضعته. يعني الحمد لله عم يستفاد كتير كتير عليه. كتير حبيته لهالدفتر يعني وبيفيد. هو لصف الاول بس يعني المعلومات اللي فيه كمان يعني بتنفع يعني عمره 5 سنين و4 سنين. يعني إذا الولد كان ذهنه صحي فبينفعه يعني كتير، وبالذات بهالعمر هذا بيحفظ. يعني أنا أبني بركت معه يومين تقريبا حفظ هول الشغلات اللي عم بقولكن عليهم كلياتهم. وهلا هون جبت هذا الليد تقريبا شكل يمكن فوانيس، على الأغلب فوانيس بيشتغل ألوان ملونة على البطاريات. جبته يمكن ب20 25 ليرة. بيجي طوله متر وشوي. كمان كتير عجبني كتير حبيته. رح احطه على الرفوف مشان بيعطي منظر كتير حلو. جبت هدول الوردات 3 وردات جبتهم ب20 ليرة. جبت موف وريشي وزهري كمان رح يطلعوا كتير حلوات. هلا هيك نكون خلصنا من المشتريات. هلا رح نبلش بقى بطبختنا. رح ساوي مثل ما قلت لكم اليوم بيتزا. رح ساوي اليوم بيتزا على طلب ولادي الله يحميهم يا رب. رح احط مشان المكونات. رح احط انا كاستين مي فاترة وكاسة زيت. رح احط زيت زيتون لحتى يقلي على الطعمة. اكيد يعني ما مرمر هو ابدا 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 العجينة. هلا هيك السائل كله خلطناه مع بعضه رح احطه على جنب ورح بلش بالطحين. عندي 6 كاسات طحين منخول. اهم شي برجع بكرر عليكم انه الطحين لازم ينخل. هلا انا عندي هون ظرف بيكنج باودر ورح احط نص معلقة شاي ملح. ورح كمان انخلهم كلهم بدهم نخل مع بعضهم. وهلا بعد ما نخلت المكونات كلها رح اضيف المواد السائله كلها على العجين. رح اعجنها كتير منيح اخلطها. وبعدين مشان تعطيني العجينه شويه طراوه وبتطلع كمان طعمتها طيبه. واهم شي اللبن رح نحطه مشان طراوه العجين. رح اضيف تقريبا 3 معالق اكل لبن. رح ارجع هيك اخلطهم شوي هيك مع بعضهم كيف ما كان. بعدين رح بلش اعجنهم بايدي. اللي بتعجنهم بايدها بدها تقريبا شي ربع ساعة عجن.
ضلي عم تعجنيهم كتير منيح لحتى تصير قوامها كتير منيح، وبتصير يعني قبل ما تتركيها تخمر بتطلع قوامها يعني معك منيح. حتى اذا ما حبيتي تخمريها، اذا بدك تشتغلي فيها اوام بينشغل فيها يعني. بعد ما عجنت العجينه كتير منيح، مثل ما قلت لكم اكلت معي تقريبا وقت ربع ساعه. هلا دهنت الدجاج بزيت مشان ما تلزق معي، وراح اتركها تختمر تقريبا بحدود كمان ربع ساعه. راح اتركها يعني اقل شي ربع ساعه او نص ساعه يعني بصير. هلا راح اجهز انا شو بدي احط للبيتزا. اكيد كلها اختياري، بس انا حبيت احط لها مرتديلا وفطر ودرة وجبنه حلوه، وعندي شويه عطون راح اضيف لها كمان عطون. هلا عندي هون البصل والثوم قليتهم كتير منيح، وراح احط البهارات زنجبيل، وحطيت من الماجي اللي جبته كمان، وحطيت بهارات لحمة. وراح اضيف الكاتشب. هذا الكاتشب سويته وقت اللي جيت للي شاهد الفيديو الماضي، خبرتكم انه بس ارجع على البيت رح ساوي كريمته وراح ساوي كاتشب. سويت الكاتشب بقي عندي بس كريمته، عملت تقريبا علبتين كبار. كمان طعمته كتير 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 طلعت طيبة. ضفت لي معلقتين بدل دبس البندورة، ما راح احط دبس بندورة هالمرة. هلا بعد ما اختمرت العجينة معي وخلصت كل التحضيرات، راح افرد العجينة بالصينية. دهنت الصينية زيت. بفرد انا بهي الطريقة، ما بحب افردها بالشوبك. راح اترك سماكتها هيك مثل ما شايفين انتم. بعدين راح نقبها كلياتها بالشوكة مشان الصلصة تتغمر لقلب العجينة. هلا انا بهالاثناء رح احمل فرن على نار متوسطه، ما بدي اياها كتير تكون عليه. رح احط الصينيه من تحت. بعدين هلا انا حطيت صحيه طبق الجبنه هلا، بس بحط اول شي الصينيه من تحت. بس استوت عندي من تحت قبل ما احطها على الوش الفوقاني كمان بحط لها رشه جبنه وبرجع بحطها كمان من فوق. هلا بعد ما استوت معي خالصه، رح اقطع بهالشكل هذا الحلو والجميل، حتى ندوقها ونقيم بقى الطعمه. بس لو تعرفوا قد ايه كنت انا تعبانه وكنت جوعانه كتير. الفطور ما فطرته الي من عشاي امبارحه، وقمت اشتغلت وفتلت يعني كتير بهالبيت. اولاد وبتعرفوا انتو هيك، فكنت كتير كتير جوعانه ومتحمسه لحتى ادوق طعمتها كيف صارت. الله، الطعمه كانت كتير طيبه وكتير حبيتها، كتير عجبتني النتيجه. بنصحكم تجربوها. كان بدها هيك كاسة شاي جنب المنة أو بيبسي كتير تطلع طيبة. هلا على العشاء رح وصي لجوزي يجيب لنا جنب المنة بيبسي. آه وهلا حبايبي بنكون خلصنا هيك غدانا لليوم. هلا رح ننتقل بقى على أكلة الحلو اللي رح نساويها. ما تروحوا هلا تفكروا انه خلصنا، لسه في عنا الحلو، ما تهربوا. اليوم الفيديو شوي طويل، لا تواخذوني. بس يعني حبيت شارك معكم يعني كذا شغلة بالفيديو، ما بدي اسوي شغلة وحدة بس. حبيت هيك تقضوا معي يومي كامل من الصبح للمساء. ان شاء الله تكونوا ما عم تملوا. هلا هون رح نساوي الكاستر. انا جبت بالفانيلا وجبت بالشوكولا. الظرف الواحد على اساس بيعمل لي 5 طاسات. هلا رح ضيف انا ربع الكاسة حليب. جايبة تقريبا كيلو حليب انا. رح ضيف ربع حليب، والباقي رح فضي فيه البودرة، ورح خلطهم كتير منيح مشان ما يصير معي اي تكتلات. هلا بعد ما دوبت الكاستر على السوا كتير منيح لحتى داب عندي ما ضل عندي اي تكتلات، رح ساوي كمان الكاكاو بنفس الطريقة. كمان رح احط ربع الكاسة حليب، ورح ضيف الزرف عليه. هلا بعد ما خلصته، رح اجيب الفانيلا، رح احط تقريبا معلقة صغيرة لكل كاسة عندي هون. بدي مشان هيك بس تعطيها هيك طعم شوي طيبة، وحتى اذا ما كان محلى يعني شوي الفانيلا بتعطي شوية حلاوة. هلا عندي هاي الكريمة خفقتها. بدي ساوي طبقة كريمة بدل طبقة البسكويت. رح اجربها هالمرة. انا بالعادة بساويها بالبسكويت، هالمرة رح اساويها بالكريمة. هلا هذا الحليب اللي زاد عندي رح احطه بالطنجرة، ورح اضيف عليه 3 معالق سكر. السكر حسب الرغبة. انا ما بدي كتير يكون حلو لانه رح احط له كريمة على وشه. هلا رح اضيف الخليط بالتدريج انا وعم حرك مشان ما يكتل معي ابدا، وعلى نار هادية كمان. اهم شي تكونوا مهدين الغاز كتير منيح. هلا هون بعد ما صارت عندي طبقة الكاكاو جاهزة وطبقة الفانيلا كمان جاهزة عملتها. هلا رح بلش وزع الطبقات. كمان هذا شيء اختياري. رح احط انا الفانيلا اول شيء، وبعدين رح استناها شوي صغيرة لانه الدنيا شتاء والجو بارد، فما بدها يعني تحطوها بالبراد.
رح استنى شوي صغيرة ورح اضيف كمان طبقة الشوكولا فوق منها. يلي بيحب يضيف بسكويت بعد ما تحطي اول طبقة بتضيفي البسكويت وبعدين بتحطي الطبقة الثانية. اذا بدك بتقدري بنحط معك البسكويت على حاله او بتحطيه بتكسريه ناعم تقريبا، يعني خشن شوي ما كتير ناعم، او بتضيفيه. هلا بعد ما وزعت الطبقات واستنيت شوي صغيرة، هلا عندي الكريمة جاهزة. اكيد كلكم بتعرفوا طريقة الكريمة كيف بتنعمل. هلا انا ما عندي القالب اللي بيزينوا فيه الكريمة، فجبت هذا الكيس النايلو العادي، وعندي انا القوالب لانه صراحة انا قبل فترة كنت جايبة قالب كريمة بس طلع الكيس مو كويس فطق معي، انا عم بشتغل فيه طق الكيس، ضلوا عندي القوالب بس. ايه هلا قوام الكريمة كويس التشكيل وكل شي تمام، بس المشكلة طلع مثل ما قلت لكم القالب وقت حطيته بقلب الكيس من جوا فصار يطلع ويدخل هيك وينزل من على الجوانب فما زبط يعني. الا كان بقالب تمام بيطلع يعني التزيين غير شكل. هلا هيك عم بحاول اعمل هيك اتفنن، يعني انا ما كتير شاطرة بالتزيين الكريمة وهالقصص هاي، بس يعني عم حاول يعني قد ما قدرت طالع شكل مقبول. رأيتك نورا مبينا أزاح الحجاب أنار طريق السرى وفي الأفق حين تلاقى الغمام وجاد بهطل يروي الفلا رأيتك في كل شيء جميل وكل عظيم زاهر. وهلا هيك حبايبي بكون خلص الحلو تبعنا لليوم. ان شاء الله تكونوا استفدتوا، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا معي. اكتبوا لي تحت بالكومنتات شو بتحبوا يكون الفيديو الجاي، ان شاء الله رح اختار هيك فيديو على طلبكم يكون. ما بننسى حبايبي الحسابات رح تلاقوهم بصندوق الوصف او رح احطهم بالتعليق المثبت. حساب الانستا وحساب التيك توك لكم انزلوا اعملوا لي متابعة. وكمان اخر طلب صغنون، لا تنسوا تشتركوا بالقناة اذا ما انكم مشتركين، وتحطوا لايك للفيديو وتشيروا الفيديو لاصدقائكم حتى تكبر عيلتنا اكتر واكتر. بحبكم كتير كتير وسلام.